تضمنت العلاقات الحميمة المتميزة بالصدق والجمال الحي بمدى قدرتها على التجسد بأساليب راقية لا تعادي الفهم في محاولة إلباسها ثوب التماثل الفني القائم على الوعي وتحقيق رسالة المادة في معاكسة الكون وكائناته المتوالدة جيلا بعد جيل. فلا تخلف الحميمية الطبيعية شعورا بالندم والعار بقدر ما تعطي شعورا مميزا بالتفوق والراحة النفسية. فبخلو الحب وبهجته يقدم المرء على ارتكاب النزوة دون وعي، وإنما محاولة منه لسد منافذ الوحدة والشعور بكراهية الذات، حيث تغترب النفس عن كل ما يكتنز الطبيعة من بهجة ونضارة. يصبح الانقياد للغرائز الوسيلة الأسهل لدرء الخوف من المجهول، ففي ظل المشاعر الآنية والرغبة في التعويض عن الحرمان تصبح الرغبة في التحرر والانعتاق من الأسر مضطربة متأرجحة تحت سلطان الهوى الزائف ونيران الغرائز المعقوفة ما بين ضغط الثوابت والجوع الجنسي، حيث تتجلى الطاقة هنا لتعبر عن رغبة في تحقيق حلم تأخر تحقيقه. ولكن نظرا لسوءات الأنانية وأوبئة الأنانيين يتدخل الجنس في فكرنا ونظرتنا للأشياء على نحو غير مباشر، لتعبر في أحد فصوله الجميلة عن رغبة عارمة بتحقيق السلام الداخلي المفقود، في حين تبدو في أحد صورها تعبيرا عن الأنانية التي لها أفرع تمتد إلى الجشع والكراهية، لكنها في عرف العاشقين شكل من أشكال تفعيل الطاقة الإنسانية لحب الوجود برمته. لهذا يعد المظهر الجميل للسمو بكل تعابير النفس المبصرة للجمال، وموقف ما في حضرة العوائق التي لا تتغلب بقسوتها على طبع الوفاء وتشبث الأحلام لحين تحقيقها. فهنا يتحول الفعل الحركي بين ذاتين عاشقتين ملتحمتين إلى تحوير لفهم الحياة ومعاني الاتحاد بين الرجل والمرأة، إخلاصا لحقيقة المثل ودورها في صناعة فكر الفرد وقدرته على إيجاد مناخات أفضل للإبداع المستمر، حيث يعتبر الجنس توقا للحياة الأفضل وإنعاشا للجمال المتجسد في حقيقة الوجود الهندسي، حيث لا يمكن فصل الحياة العاطفية من منظور الفلسفة التي تعمل لإعادة كشفها وفهمها بطرائق أرحب وأشمل. فغياب الألفة يعني بالضرورة غياب العقل، فحقيقة الضعف البشري كامنة في ابتعادها عن الحب الذي يمثل العاطفة الأرقى التي تجيش بالمدركات العقلية المفيدة، والتي بدورها تؤسس لمعرفة قويمة في مواجهة تقاليد الموت المتمثلة بالتطرف والكراهية، وبذلك تتقي الذات المعرفية عن مفاهيم التشاؤم وصناعته باتجاه تمجيد الموت وتقديس الرب والشخص خدمة للمنافع وتهديدا للرابطة الطبيعية بين المجتمعات. فالحب يوقظ في داخل النفوس العقل الباطن الذي بدوره يهدف لصون الوجود أبدا من مخاطر الإنسان الأناني الساعي إلى تهديد مكتسبات الإنسان المعرفي عبر العصور. فاستمرارية الحياة على نحو مزيف يقود العالم اليوم إلى سباق التسلح وصنع الأزمات والحروب لما لا نهاية، وذلك في مجتمعات لا تترابط ولا تتآلف بل تتنافر وتتنابذ، الأمر الذي جعلها فرائس سهلة للأنظمة الساعية إلى تفتيتها وطمس معالمها وقتل عشاقها وتشديد معرفيها على الدوام، بمقدار حرصها على زيادة عبيدها ومتهنيها وكثرة تنظيماتها ومريديها. فنحن نشير إلى بواعث من شأنها أن تسهم في إذكاء شرارة الوعي بين المجتمعات، الأمر الذي يساهم تدريجيا في نهضتها وإنعاشها لمزيد من الرضا والاطمئنان. تسهم غريزة الجنس في بيانها لعجز الإنسان على العيش في توازن إثر تقاليد أربكت فعالية العقل الناجح وجعلت الأذهان تتجه لتأمين قوتها اليومي وتنشغل في فقرها وحرمانها واغترابها الذي يزداد سوءا وفظاعة يوما بعد يوم. وعلاقة الجنس بالمجتمع هو ما يتعلق بقضية وجودية تتعلق بدافع البقاء والصراع من أجله،
ولعل عزم المجتمعات باتجاه الحرية والرفاهية يتعلق بمدى قدرتها على تحقيق التماسك، وهذا لا يتم في ظل تباعد الرجل عن أنثاه وعدم استقرار الحياة الجنسية في أوساط شرائحه وفئاته، مما يباعد في آن ذاته بين المجتمعات وتقدمها وكذلك عزمها لتغيير نخبتها الحاكمة. لهذا فالتعبير عن جوانب النقص مسألة هامة، فتعاون المرأة والرجل يتم بعد ديمومة اتحادهما، والنظم القمعية تحارب ذلك الاتحاد من خلال الفقر وسيادة الأعراف والتقاليد انطلاقا من خرافة القضاء والقدر التي تسهم من خلالها في تخدير المجتمعات وتكبيلها أكثر منعا من أن تكون قوة مربكة لها تساهم في زلزلتها. نجد الجنس والوصال معبرين عن حقيقة التطلع للأمان والحماية، وكذلك رغبة في الاستمرارية والبقاء في ظل توازن حقيقي يرحب به العقل الباطن وترتاح له النفس بشكل كامل، حيث يعمل الدافع الجنسي المغلف بحب عميق على تقديم رسائل تتمثل بقدرة المرء على صناعة العائلة الحقيقية التي عمادها الأساس الحب والانسجام الفكري الروحي الموحد، حيث نجد أن عبء المجتمعات أكبر في عدم قدرتها على معرفة ما يعتريها من جوع ورغبة في تذويب الهوى بين الرجل والمرأة لخلو ذهن أفرادها من ثقافة الجنس التي حرمتها الأديان الذكورية التي استخدمت الإله ذكر لإرضاء فئة السلطة ونسف رغبات العامة من الشعب، وذلك بتكبيله على مدى قرون عبر قيود الأعراف والتقاليد التي أسبغ عليها المقدس فيما بعد. لقد تم استخدام الأخلاق بوصفها شماعة يتبجح بها أرباب السلطة والمال. هرطقت العقل المبدع بل وسخرت منه وأدانته، بيد أن الحقيقة المعرفية تنتصر على الدوام في كل موقف ولا يعلوها أي علو، وبذلك تشكل العبارات المجسدة اتحاد الرجل والمرأة في ظل الحب بمرتبة النصر المعرفي التي تزهو عبره قامات الوجود. فغياب مظاهر التقديس السائدة قديما عبر تقديس الثقافة الشرقية واليونانية لأعضاء الرجل والمرأة التناسلية لصالح سيادة اتخاذ المرأة وسيلة خدمة وإمتاع، وكذلك شيطانتها وجعل أشبه بمسخ، جعل الحياة الطبيعية في تدهور مستمر، وقاد البشرية إلى مزيد من الحروب التي تدفع المرأة ضريبتها في كل عصر. إن تناول الغموض في الطبيعة البشرية هو ما يجعل الفكر هائما في خياراته المتشعبة لسبره بصورة جيدة يمعن فيها الكشف عن علل الإنسان وسلوكيات الجماعة المعبرة عن حصيلة تلك الأفكار والعوائد المشتقة من المعتقدات الروحانية منها، وكذلك المقتبسة من حالة الانتفاع العامة. ولعل علاقة الرجل والمرأة تتأثر تبعا لذلك، حيث لم يعد ثمة من وحدة إنسانية معبرة عن دواعي رقي وانفتاح، وإنما ثمة ضياع مطبق ومستقبل غامض. فتلك العلاقات القائمة خارج دائرة الانفتاح على الآخر تسودها الاضطرابات النفسية والمزاجية التي تؤثر على القيم التي يؤمن بها الفرد، ويضعها وسيلة للمحافظة على الروابط الإنسانية مع أقرانه، وبضياع ذلك التعاقد الطبيعي يستفيق المجتمع على كارثة قيمية تلغي أدواره شيئا فشيئا، حيث يتوج الحب بالسخف والخوف والنفاق، وتنقلب اللحظة الهادئة إلى فخاخ من الحيل تنشد المزيد من الزيف والتسطح. فهذا الفشل الذريع في العلاقات الإنسانية هو انعكاس لمنظومة السلطة الفاسدة في هيمنتها على عقول المجتمع، وذلك من خلال إبعادها عن عملية البناء والتحول الديمقراطي وجعلها مكبلة بأغلال المفاهيم وضغط الفقر، سيادة المفاهيم النفعية الأنانية، الأمر الذي أدى إلى ذلك التحلل وفقدان الارتباط الحقيقي بين أفراد المجتمع ولا سيما نخبته الشابة، حيث تغدو الغرائز أقل من أن ننعتى بالحيوانية لبراءة الحيوان منها، وكذلك خالية من أي معنى يشير إلى شفافية والصدق، حيث تمارس النشوة بطرق مبتذلة تكشف عن علل الذات وتشوهاتها.